سيادة الرئيس، يسرني أبلغ السرور ويسر شعب الجمهورية العربية المتحدة معي أن نرحب بكم هنا في بلادنا أخا كريما وصديقا عزيزا، وليس أمكن من أخوة الأفكار المتقاربة رغم بعد المسافات، ولا أقرب من صداقة الكفاح المشترك رغم اختلاف الظروف. إن هذه الأفكار وذلك الكفاح هما الدعائم الحقيقية للفهم المتبادل الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقات بين الدول وتتوطد وتزدهر. وقد كنا نشعر في كثير من الأحيان أننا نفهم عددا من الظروف التي واجهتكم. شعرنا أننا نفهم موقفكم حين أصررتم على التزام سياسة محايدة، وشعرنا أننا نفهم موقفكم حين رفضتم أمام جميع أنواع الضغط الانضمام إلى الأحلاف والكتل، وشعرنا أننا نفهم موقفكم حين واجهتم جميع الظروف التي كانت تهدف إلى التأثير في اتجاهاتكم السياسية. شعرنا أننا نفهم موقفكم في هذا كله لأننا بدورنا واجهنا أنواعا مما واجهتموه، بل ولقد وصل الأمر فيما واجهناه إلى حد العدوان المسلح علينا في ظروف نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثالثة لانتصارنا فيها. ولا يخالجني شك يا سيادة الرئيس في أن الحرية سوف تنتصر في جميع معاركها ضد الذين يحاولون أن يعوقوا سيرها أو يحولوا تيارها عن قصده الواضح الأصيل. لا يخالجنا شك في أن الحرية سوف تنتصر لا في بلادنا وبلادكم فقط، وإنما سوف تنتصر الحرية في كل بلد يؤمن بها ويسعد لها. وإن أخوة الأفكار وصداقة الكفاح التي تجمع بين شعبينا لا تربطهما وحدهما، إنما هذه الأخوة وهذه الصداقة تجمع معنا شعوبا كثيرة في آسيا وإفريقيا. قاست نفس الليل الذي قاسينا ظلامه، وتعيش الآن في نفس الفجر الذي نحاول أن نتلمس فيه خيوط النور. وستطلع الشمس مشرقة ساطعة على آمالهم وأمانيهم التي طالما تطلعوا إليها خلال الليل الطويل. سيادة الرئيس، إن زيارتكم لبلادنا في هذه الظروف فيها، بصرف النظر عما تحويه من معان تربط بلدينا، معنى آخر يتصل بالباقين من إخواننا في الأفكار المتقاربة وأصدقائنا في الكفاح المشترك. إن معاني زيارتكم لبلادنا الآن هو ما يبدو فيها من استجابة للظروف الخطيرة التي يواجهها عالمنا الآن. إننا نعيش الآن يا سيادة الرئيس كما لعلكم توافقون معي في ظروف من تلك الظروف الحاسمة في مجرى التاريخ. وإذا كانت البشرية بعدما بدا من علامات الاتجاه إلى التعايش السلمي الذي طالما نادينا به بين الكتل الكبرى تستشرف وديانا خطيبة من الآمال في السلام، فإن علينا نحن الذين حاولنا طاقتنا خلال باندونج وقبل باندونج وبعدها أن نعتبر أن الآمال الجديدة تحمل إلينا مسؤوليات كبيرة. وإن تحقق بعض ما نادينا به لا يجب أن يجعلنا نحن شعوب آسيا وإفريقيا نتصور أن مهمتنا قد انتهت وأن دورنا تحول إلى غيرنا، وإنما نحن نرى أن العكس من ذلك هو ما ينبغي أن يكون. إن شعوب آسيا وإفريقيا في حاجة اليوم إلى التشاور والتقارب والتعاون أكثر مما كانت في حاجة بالأمس إلى هذا كله. ولقد كان دورنا في منع الحرب والحيلولة دون نشوبها أمرا بالغ الأهمية، ولكن أهم لنا هو دورنا في إقرار السلام على أسس من الحق الذي لا ينحرف ولا ينحاز. وإلا فلو أن السلام الجديد لم يقم على الحق والعدل لكان سلاما لا عمر له ولا رجاء بعده. يا سيادة الرئيس، دعني أقول لكم إننا نعتبر الرحلة التي حملتكم إلى بلادنا
مساهمة إيجابية في خلق تفاهم يؤدي إلى دعم السلام. وما من شك أن ذلك المعنى سوف يكون في حد ذاته تبريرا نبيلا لكل ما تبذلونه من جهد خلالها. وإني لأتمنى لكم إقامة سعيدة في بلادنا وعودة موفقة إلى بلادكم. واسمح لي يا سيادة الرئيس أن أحيي شعب كمبوديا الصديق وأرجو له كل عز ورفاهية، وأحيي جلالة ملك كمبوديا، وأحييكم يا سيادة الرئيس راجيا لكم أن تتوطد صداقتنا على مر الزمن.